دوري نايل السنة دي ممتع لأبعد الحدود، وكل ماتش فيه أحلى من التاني، ومنافسة ما بين الأهلي وبيراميدز لحد آخر نفس. بس يا ترى مين اللي هياخد الدوري في الآخر؟ الأهلي ولا بيراميدز؟ استنى ما تجاوبش. تعالى ونشوف الناس في الشارع هتقول إيه. يلا بينا. ولا اهلي ولا بيراميدز، مفيش غير الزمالك اللي هياخدها. مفيش فريق في مصر زي الاهلي بيكمل للاخر، مفيش حد نفسه طويل. يعني انت شفت الاهلي كان فين وبقى فين، شفت بيراميدز كان فين وبقى فين. يعني هتروح وهتيجي، هو الدوري مكتوب زي ما تقول للاهلي، ما تعرفش فيه ايه. لا بيراميدز طبعا. بيراميدز ياخد الدوري. بيراميدز هو بيشتغل على نفسه بقى. هو اللي هياخدها. الأهلي. الأهلي. معروف، انا زملكاوي هقول لك اهلاوي. الاهلي اللي هياخدها. دوري للاهلي كذا، الاهلي عنده نفس طويل، الاهلي عنده المقدره انه يواصل في البطولات. لا، ما هو انا هقول لحضرتك حاجه، هي بيراميدز ماشي خدمت الاهلي في المستوى الضعيف اللي لعبت بيه، وبعدين هو الاهلي اساسا حظه حلو. الراجل ده انا اعرف حاجه والله ما اعرف. مين الراجل ده؟ ايوه الراجل ده اللي انا ماليش يا جماعة، ده اللي هياخد الدوري في الآخر أهو. هو الراجل ده اللي هياخد الدوري المصري في الآخر. حبيبي عايز حاجة؟ السلام عليكم.